السلام عليكم. اليوم شاركت معكم الغدا ديالي. حضرت بسطيلة اقتصادية لوليداتي. نتمنى تعجبكم. كيف ما كتشوفوا عندي في العطرية خديت واحد جوج بصلات كبارين، قطعتهم رقاق. ضفت معلقة ديال الحرقوم، معلقة ديال الابزار، شوية ديال الملحة، واحد 3 الفصوص ديال الثوم، جوج ورقة ديال سيدنا موسى، واحد المعلقة ديال المروزية ديال الدجاج، وشوية ديال الشعيرات ديال الزعفران، واحد نص كاس مخلط بين الزيت الرومية والزيت البلدية كيبقى اختياري، وشوية ديال القزبر المعدنوس. بالنسبة للدجاج راني غسلته بالحامض وخليته يتسقطر، وغندير ليه تقريبا نفس العطرية، وغنضيف واحد الربيطة ديال القزبر المعدنوس باش ما نحيد طيب نحيدها ونخلي المريقة. وكما كتشوفوا عندي الدجاج نفس العطرية، وغنضيف واحد المعلقة ديال السمن ومعلقة ديال السكنجبير في الاخر، وواحد 2 عويدات ديال القرفة. هذا هو العطرية اللي كندير انايا في البسطيلة. كتجي زوينه وكتجي بنينه بزاف، وحتى كيطيب الدجاج كيدخل الطياب، وكنضيف ليه واحد المعلقة ديال العسل حتى هي كتجي زوينه، وواحد نص حامضه مصيره. وكنخلي الدجاج كيتشحر مزيان، وكندير ليه الماء الكافي باش كيطيب. ومن بعد كنحيد الدجاج ونحيد هذيك الربيطه ديال القزبر المعدنوس وهذوك الوريقه ديال سيدنا موسى والعويدات ديال القرفه، وكندير فيه في البلاصه ديالهم البيض. البيض كيبقى على حسب عدد الاشخاص. انا ضفت هنايا واحد 4 حتى ل5 البيضات باش تجيني العقدة تكون عامرة زوينة، ويجي كما كنقولوا يكون فيها ما يتكلى. وبالنسبة للحمة ديال الدجاج بعد ما طابوا راه كنحيدهم وكنحيد لهم العظيمات، وكنخلي غير دوك الحمات اللي كيبقاو فيهم. وبالنسبة للبيض كما كتشوفوا كندير واحد رشة قلي صغيرة ديال الملحة غير باش تحسن الذوق، والمريقة نخليها حتى كتوقف. وكنبدا نضيف ليها البيض بشويه بشويه مع التحراك. وصافي هذه هي الطريقه ديالي باش كنطيب انا البسطيله. كتجي زوينه وكتجي بنينه. ومن بعد كنضيف اللوز، تقريبا اللوز اللي غادي يكفيني على حسب كما كنقولوا عدد الاشخاص واللي متوفر. وكنجمع الورقه ديال البسطيله عادي. انا شويه الورقه ديال البسطيله خليتها باتت، كتقطع عليا شويه عذباتني. هي من الاحسن الورقه تكون جديده كتجي زوينه. ودرت فيها الوليدات ديالي قالك ضروري بغاو الشعريه الصينيه ضيفيها لينا مع الدجاج. وهذه انا ضفت واحد شويه الشعريه الصينيه في الحشو، ما بغاوش غير الدجاج بوحدو، ضروري تدخلي لينا شويه الشعريه الصينيه. وجات زوينه تبارك الله بنينه. ونتمنى تعجبكم، ونتمنىكم نتوما ديروها بهذه الطريقه. راه الله الا زوينه. البنات غير يجربوا الشعريه الصينيه مع البيض والدجاج مع البصيله ديال الدجاج كتجي زوينه، وكتجي ديك الشعريه الصينيه بنينه بديك العماره، داك الحشو ديال الدجاج وديال البيض كتجي زوينه. ونتمناها كما نعاود قلتها تعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كانت مشاركة خفيفة ظريفة.